السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير بالف صحه وحال. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. فيديو النهارده لسه مكملين في المشاريع بتاعتنا. فيديو النهارده هو عن مشروع الكروشيه والتطريز، هقولهم مع بعض في فيديوهين علشان خاطر انجز. بس فيديو الكروشيه هتحتاجي له ايه؟ هتحتاجي مثلا الابر والخيط بتاع الكروشيه. وطبعا ده انت ممكن بقى تبداي ازاي؟ طب انا هعرف منين؟ انت ممكن تجيبي فساتين من على النت وتعرضيها، طبعا تتعلمي الغرز بتاعتها. وحد يجي مثلا يقول لك انا عايز الفستان ده، بتاخدي طبعا ديبوزيت على الفستان وتشتغلي بيه. ده مبدئيا يعني، تمام؟ ده لو انت ما معكيش راس مال. تمام تمام. طبعا بقى الفساتين والحاجات ديت انت ممكن تبقى تعملي حاجات ايه اللي هي موجوده رسمي عندك، اللي هي ممكن مثلا تجيبي مفارش، تعملي مفارش باشكال. بقى عندك فيديوهات كتير على اليوتيوب طبعا للحاجات دي. مفارش ممكن تعملي بلوفرات، تمام، موجوده برضو كتيره جدا. الطواقي واللكاليك الاطفال والكوفيات والحاجات دي. احنا داخلين على الشتا طبعا، يعني بصوا الحاجه جايه لكم على طبق من ذهب والله. تمام. تعملي بقى المفارش. مفرش مظبوط، مفرش مايل شويه، مفرش غير متناسق، مفرش. المفارش بقى بالاشكال دي كلها اللي هتلاقي ليها فيديوهات على اليوتيوب، وهتلاقي صور على جوجل وكل الكلام ده. هاتي الصور بشكل عام اهو. دي بقى يعني تبداي مشروعك ازاي؟ هاتي الصور ونزليها عندك على الحالات بتاعتك، ومتاح تنفيذ اي شكل، متاح تنفيذ اي شكل من دول، متاح تنفيذ اي مفرش من دول. وان شاء الله ربنا يرزقك. ادعي وصلي وان شاء الله ربنا هيرزقك من وسع، من حيث لا تحتسبي. ما تفضليش قاعده وتقولي ده انا نفسي اعمل ونفسي اخلي ونفسي اسوي ونفسي 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 وانت قاعده محلك سر. تمام. مشروع الكروشيه حلو، بس محتاج تسويق ممتاز وحلو. زي ما قلت لك هاتي فيديوهات، اسمعي فيديوهات كتير جدا عن الموضوع. لو انت حباه، مش حباه اوعي تبداي فيه. عندك مشاريع كتير انا قايله لك عليها قبل كده، وفي مشاريع تانية هقول لك عليها تاني. تمام. والطواقي واللكاليك، يعني بعيدا عن البرافرات والفساتين، خلينا مثلا اعملي مفارش وطواقي ولكاليك اطفال وبيعي. ممكن تعملي كوشنات. انا ما شفتش الكوشنات دي بصراحه. الكوشن بالكروشيه والحاجات دي انا ما شفتهاش قبل كده. ممكن انت تعمليها حاجه بقى شتويه، بقى احنا داخلين في الشتاء بقى، عايزين حاجه ايه تدفي كده، غير الريش والفرو والحاجات اللي هم طلعوا لنا بيها الموضه اللي كانت طالعه دي. تمام. ده بالنسبه لمشروع الكروشيه. لمشروع التطريز، بالنسبه بقى لمشروع التطريز عندك تقدري تعملي الطارات، تقدري تعملي المناديل، تقدري تطرزي على ملابس. واحده مثلا عندها جاكيت كده واتخرط، تعملي لها شكل ورده كده حلو عليه. نزلي وقولي ان انت تقدري تعملي الحاجات دي، وتعلمي وهاتي واعملي. هاتي حاجتك وتعلمي فيها. اول منديل يخيب، تاني منديل ما يظبطش قوي، تالت منديل يصيب ويظبط. واحده واحده هتتعلمي، وواحده واحده الدنيا الحاجه هتمشي في ايدك وهتبقى سهله، وهتقولي ياه انا ايه اللي كان مقعدني كل ده. تمام. ده بالنسبه للطرات والمناديل وللملابس. مثلا طرحه، اعملي مثلا هات الطرح واعملي مثلا على الطرحه اسامي، ونزلي متاح تطريز الاسامي على الطرح. حاجات بسيطه. اتعلموا غرز بسيطه ان انت تبداي بيها، غرز بسيطه تبداي بيها كده، يعني ايه كبدايه، على ما ايدك تتعود على مسك الابره، ما ايدك تتعود ازاي تظبطي الابره، على ما ايدك تتعود ازاي تاخدي المسافات، على ما ايدك تتعود ازاي تشف وترسمي. كل الحاجات دي بتبقى سهله، كل الحاجات دي بتكون شف من على في برامج كتير، شف من على التليفون. انا كنت حضرت جلسه تطريز مع حد يعني، ومع ميس يعني، كان برنامج بتجيبي الاسم، بتكتبي الاسم زي ما انت عاوزه او الحاجه اللي انت هتطرزيها، وبتقومي جايه حاطه عليها القماشه وشفه وخلاص، وتقومي جايه مطرزه. التطريز مش عشوائي، لا ده بتبقى رسومات وبتبقى حاجات وتكات كده بتمشي عليها.
مش صعب. هو الصعب في حفظ الغرز. ومش غلط ان انت كل ما تيجي تعملي حاجه تفتحي فيديو وتتعلمي منه وتطبقي كل اللي في الفيديو، واحده واحده هتلاقي نفسك حفظتي، واحده واحده هتلاقي نفسك اتعلمتي، واحده واحده هتلاقي نفسك انت اللي بتعملي وبتبتكري اصلا، بتبتكري تصاميم وحاجات. كل واحد ليه ذوق، وكل واحد عنده دماغه، وربنا خلق لنا، يعني خلقنا وادالنا مخنا ده عشان خاطر نفكر بيه وعشان خاطر نشغله. تمام. في حاجه بقى، مشروع تالت خلينا نقول ان هو من ضمن التطريز، الخرز. حاجه الخرز حلوه جدا جدا ان انت تقدري تعملي بيها، وهي شغاله دلوقتي، وممكن تتعلمي حاجات كتيره قوي من الخرز. حاجات شنط، جرابات موبايل، كفر يعني للموبايل كده، ميداليات، فوانيس، لعب. لا لا لا، ده الموضوع ده عايز فيديو لوحده بصراحة. تمام. ممكن تعملي كل الحاجات دي، ممكن تعملي مفارش خرز، ممكن تعملي فوانيس، ورمضان داخل علينا. هاتي خرز وابدأي اتعلمي السوق. فيديوهات الفوانيس مالية اليوتيوب. هتحتاجي ابرة عادية من بتاعة الخياطة العادية، وخيط سنارة، والخرز. هاتي خرز، هاتي مثلا اكياس صغيره من كل لون مثلا ربع كيلو، وابداي اعملي فوانيس ونزليها باشكالها. ابداي مثلا اعملي ميداليات على شكل فوانيس، فوانيس كبيره. ابدأي يعني، فكري واعملي، قولي ازاي تبدأي. شوفي اكتر مشروع انت ميالة ليه، اكتر مشروع مناسب ليكي. تمام. والله في مشاريع كتير كتير جدا هبقى اكلمكم عنها في فيديوهات تانية. تمام. بلاش تقعدي، بلاش تقولي لا ده انا مش نافعه، ده انا فاشله. الكلام ده هو اللي هيفشلك بصراحه، يعني الكلام ده هو اللي هيفشلك. ولو جربتي مشروع مثلا وما لقيتيش نفسك فيه، وقعدتي فيه فتره ومش لاقيه نفسك فيه، لو انت بصي هقول لك على حاجه مبدئيا، لو انت حابه المشروع هتكملي فيه، لو انت حابه هتكملي فيه جدا جدا جدا. تمام. ومش هتيأسي منه. لكن انت اي مشروع وخلاص ومش عارفه ايه ومش مستلطفه، ممكن تزهقي بسرعه، وممكن ما يبقاش ليكي فيه اصلا وتقفلي. جربي مشروع تاني وتالت ورابع، وبصوا جربي، احنا عايشي وجربي. الانسان لحد ما وهو مع السلامه باي باي من الدنيا بيتعلم. تمام. بيفضل يتعلم، الانسان بيفضل يتعلم لحد ما يموت. ما تقعديش. وبصراحه الحاجات حلوه جدا، والافكار حلوه جدا جدا، اسمعيها. واشوفكم في فيديو جديد، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت تدوسوا لي لايك، عشان والله الفيديوهات دي انا تعبت فيها وفكرت فيها كتير جدا. فيا ريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم الفيديوهات التانية الجديده. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.